سلام الله عليكم العشرين. اليوم نبداو عاوتاني قصة جديدة، رحلة جديدة غادي نسافرو فيها جميع. لكن قبل ما نبداو هاد القصة بغيتكم تركزوا فيها مزيان حيت فيها بزاف ديال الاحداث. ولا بغيتو ديروا معايا المزيان كيف العادة ديروا شي تعليق زوين وشاركوا الفيديو مع اصحابكم باش تكبر الكليكه ونزيدوا بالكريسه لقدام. في هاد الدنيا غادي تلقى بزاف ديال الحماق، وكل واحد والدرجه ديالو في الحماق. كاين واحد النوع الحماق ما تشوف منه غير الخير، وواحد اخر تقرب ليه يندمك على النهار اللي تولدتي فيه. وقصتنا هاد الليله وقعت في ميريكان في 2018. كاين واحد الشاب سميتو جاك باتريسون في عمره 25 عام، دري نقيقي وظريف الله يعمرها دار. عنده طوموبيل ديالو خدام بخير وداخل سوق راسو. واحد النهار كان راجع من الخدمه ديالو كيف العاده وطالق المزيكا مزك مع راسو، وقدامه في الطريق واحد الكار ديال الناقل المدرسي. واحد شويه يحبس الكار وتنزل واحد البنت سميتها جيني كلوز، وجيني في عمرها 14 عام. السيد غير شافها وقلبو تزعزع تزعط فيها من النظره الاولى، وبقى حاضيها حتى دخلت لدارها وعرف فين ساكنه. قلع ومشى بحالو طريق كلها وهو كيفكر فيها، كيفكر كيفاش يلقى شي يدخلها بها. واخا عارف بلي بنت قصير وراكم عارفين شنو كيوقع لشي واحد الا تحرش بشي بنت قصير. واخا هاد العواقب كلها والو باغيها مهما كان الثمن. بقى مراقبها تقريبا شهر هو عاس عليها وحاط عينو عليها. البنت ساكنه غير هي وامها وباها، وهي كتقرا وكتمشي وتجي في الطوبيس ديال المدرسه. المهم عارف البرنامج ديالها. واحد الليله قالاش ندير ما ندير، خاصني نهجم عليهم ونسرقها. مشى هز واحد الكومبليزون ولبسو هو والكاسك ديال البيسبول، هجم عليهم بحكم ديك المنطقه فاش ساكنه فيلاج صغير، وبقى كيدق عليهم. خرج باين البنت طلع عليه من ورا الباب، وكيبان ليه السيد لابس لباس غريب وكيغوت. قال واقيلا هذا غير شي برانك ديال شي واحد من صحابي، ويقول لي ما نحلش ليك حتى تحيد الكاسك وبين وجهك نعرفك بعدا شكون. والو ما بغاش يحل ليه، هو يجبد الفرد يفرع الباب. باين البنت ما كانش متوقع هادشي، تخلع وهرب. تبعو جاك تيرا فيه جابها ليه في وسط راسو طاح كاو. جاك بقى كيقلب على البنت اللي جا على ودها، لقى الدار كتصفر. هو يقول او فين مشات هادي وانا عاس عليها هاد المده كامله، كيفاش احتفلتات لي؟ بقى كيقلب الدار كامله، طلع للفوق قلب والو ما كاينش حس بنادم. نزل لكاب بقى كيقلب، يبان ليه واحد الباب صغير يفرعو، وغادي يلقى جيمي هي وما مخبيه تماك. وماين جيمي بقات كتزوق فيه وترغبو، يشوف فيها شوفه وحده ويتيري فيها وسط جبهتها ويصفي عليها في البلاصه. وجيمي تصدمات ما قداتش حتى تبكي. وهما قبل ما ينزلوا لتحت باش يتخباو صوناو على البوليس، والبوليس هما جايين في الطريق. جاك كان صفا الوالدين ديال جيمي بجوج. جاك يهز جيمي فوق كتافو ويدخلها للطوموبيل ديالو ويهرب بيها. والبنت مسكينه وتقول واش دارت شي ردة فعل. بقات مصدومه من صدمه موت ما اللي تقلات قدام عينيها وما قدات دير والو. خداها بكل جرأة وداها لدارو، دخلها طلع لواحد البيت الفوق في السطح. هو يقول ليها الويل ولا كي سمعت حسك ولا قلتي شي كلمه ولا فكرتي تغوتي، راه نقتلك كيف ما قتلت باك وامك. والبنت مسكينه ضاربه الطم بزز باش كتنفس وهو جالس حداها. وهي شويه شويه من بعد مده بدات كتستوعب. تقول واش تحرش بيها ولا قلل عليها الحياه؟ لا ابدا.
قال لها بغيتك غير تجلسي حدايا وتبقاي معايا هنا في هذا البيت، راه كلشي كاين هنا، ها بيت النعاس، ها الدوش، ها التلفازة، واي حاجة احتاجيتيها ولا حليتي عليها فمك نوجدها لك، لكن الا حاولتي تهربي ولا تغوتي راه غنقتلك. وحاجة اخرى، راه مرة كطلع الوالدة ولا خوتي لعندي للسطح، اللي نبغي منك غير تسمعي الدقان في الباب تخبي تحت الفراش حتى ينزلوا. والبنت من الخوف والرعب كتسمع ليه، كل مرة كطلع عند امه كتلقى الفراش مصاب والبيت مقدم مزيان. السيد رجع بحال شي عبد عنده، وديما كيعاود لي على عائلته بلي قتالة وكلهم مجرمين، ويقول لي نزيد كان نقدر نرحمك، لكن امي وخوتي يعرفوك راك هنا ياكلوك. المهم كيزيد يخوفها، وهي مسكينة ما بقات بغات والو غير تبقى بروحها. كل ما دخلت شي حد للدار كتلقاها مكمشة تحت الفراش، واخا هكاك معلي فيها بالماكلة واللباس. الناس كيربيو شي مش ولا كلب، هو مربي بنت. غير باش نفكركم هادشي وقع في شهر 10 في 2018. نرجعو لداك النهار فاش تقتلوا والديها. البوليس وصلوا لمسرح الجريمة وهما كيديروا البحث ديالهم، لقاو بلي هاد العائلة كتكون من اب وام وبنت. الاب والام ماتوا والبنت فينا هي. وبدا البحث على جيمي، على الله يلقاوها هي اللي تعاود ليهم اش وقع، حيت ما لقاوش شي اثر المجرم، ما خلى لا بصمات ولا اي دليل اللي يكشف شخصية المجرم. البوليس هما كيقلبوا في الدار وغادي يلقاو تصاور جيمي، غادي ياخذوهم ويبقاو يوزعوهم في الشوارع والصحافة والقنوات الرسمية منقلين الحدث. والحكومة دارت مكافأة بقيمة 25,000 دولار اللي لقاو اللي عارف داك المجرم اللي سرقها. العائلة جيمي غادي يشدو واحد السيد في عمره 35 سنة شكو فيه، حيت كل مرة كيجي لحدا دار جيمي وهو براني. وفاش شدوه البوليس وحققوا معاه لقاوه كان كيخطط يسرق دار جيمي، يستغل موت والديها وما عنده علاقة بالقتل. ملي تأكدوا من كلامه وخلص شي غرامة وطلقوه. مشات ايام وجات ايام ودازت شهور حتى العام 2019. وواحد النهار من بعد 3 شهور على اختفاء جيمي اللي عايشة عند جاك، وحتى واحد ما سيق ليه الخبر. جاك ارتاح واخد راحته كيتصور معاها، ما كاين غير السيلفيات وما عمرو تحرش بيها ولا تعدى عليها، فقط باقيها تعيش معاه. السيد حسابه مربي قطة. من بعد السيد ملي كسب ثقتها باللي ما غاديش تهرب ليه ولا تفضحو، واحد الليله جا عندها وقال لها بغيت نقول لك واحد الحاجه ونصارحك بها. السيده قالت ليه قول، ويقول لي انا كنبغيك بزاف. وهي تنقز من بلاصتها وتقول لي واش من نيتك كتهضر. هو يقول لها ويا بصح معاك وانا مستعد نتزوج بيك، ولكن غير صبري عليا شويه على ما نجمع شي فلوس وشري داري ونتزوجو ونمشيو نعيشو تماك بوحدنا انا وياك. ولكن وياك تفكري تهربي ولا ديري هكا ولا هكا راه نقتلك ونشرب دمك. السيده وافقات وما ترداتش، واي حاجه كيقولها ليها كتوافق. السيده واخا صغيره ذكيه وكتفكر وتخطط بينها وبين راسها. واحد النهار فاق ومشى للخدمه ديالو كيف العاده. البنت غادي تبدا تكتشف الدار بحكم تاق فيها حمار وخلى الباب محلول، وهي بدات كتكتشف واش كاين شي حد في هاد الدار ولا غير كيكذب. والو، هاد النهار ما كاينش حس البشر. وهي تخرج من الدار هربات ليه وهي كتجري وكتغوت في الشارع. واحد المرة شارفة غير شاف داك المنظر وهي تعيط ديريكت للبوليس. البوليس في البلاصة جاو شدوها غير شافوها عرفوها، وعاودت ليهم القصة كاملة. قالوا ليها يلا معنا ورينا دارو. وصلوا حدا الدار بقاو عاسين عليه،
والسي جاك راجع من الخدمة مطمئن ومزكي بالعادة، غير وصل قدام الدار قرقبوا عليه وداو معاهم وبقاو كيستجوبوا فيه وقالوا ليه البنت عاودت لينا كل شيء. هو يقول لهم هادشي اللي قالت لكم كله صحيح. فعلا واحد النهار كنت جاي من الخدمة وشتها نزلات من طوبيس وعجبتني وحبيتها، ومشيت عندها لدارها بالخلعة قتلت باها. كنت باغي غير نخلعو باش نسرقها، وملي قتلتو زدت قتلت امها، وهي راه ما اديتهاش وعمري مستيتها ولا خسرت ليها خاطرها. قالوا لي اي عمرك خسرتي ليها خاطرها وانت قاتل امها وباها، الله يرضي عليك. طلعوا خونا المحكمة من بعد التحقيق لقاوه مريض نفسي وحكموا عليه بالمؤبد، وجيمي مشات عاشت مع خالتها في ولاية أخرى. إلى هنا تنتهي حلقتنا مستمعينا الكرام، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. نتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة، وما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم والآراء ديالكم. كان معكم أخوكم المختار.